وفري فلوسك واعمليها في البيت. بعلبة كنز هتوفري 100 جنيه في حاجة بتشتريها، هتعمليها بكل سهولة، وكمان معاها شوية حيل وأفكار هتستفادي منها. يلا بقى حطي اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي، واعملي شير للقناة عشان يوصلك أي فيديو جديد أنزله. يلا بقى، أول فكرة معايا، لو انتي سلقتي البيض وعايزة تحافظي عليه مثلا لتاني يوم، طبعا لما احنا بنسيبه بعد ما نسلقه تحسي كده ان طعمه بيغير. طب علشان خاطر تتلاشي اي حاجة من الحاجات دي، هتجيبي البيض وهتحطيه في طبق ليه غطا او علبة. تمام. بعد كده هتحطي عليه شوية من المية، وهتحطي عليه شوية من الخل كده صغيرين، بس كده. بعد كده هتغطي عليهم بقى وهتسيبيهم في التلاجة لتاني يوم. مش هيغير طعم ولا هيجراله اي حاجة، وهيفضل طازة زي ما هو، زي ما سلقتيه اول مرة. تمام. الفكرة اللي بعد كده، الولاعة. الولاعة مثلا لو هي بتسرب منك غاز طول ما انتي حطاها على الرخامة كده او في الدرج، طيب ماشي، اعمل ايه علشان اتلاشى ان هي تسرب مني الغاز ده؟ هنوقفها كده في كوباية، او اي كوباية عندك على الرخامة، وهتحطيها بالشكل ده. عمرها ما هتسرب غاز منك ولا هيجرالها اي حاجة، وهتفضل الغاز موجود جوه الولاعة وهيحافظ عليه كمان. الفكرة اللي بعد كده، لو عندك التوكة دي بتعمل لشعرك كده، بتشبك شعرك في بعضه، بتبوظ شعرك، بتلاقيه بتقطع شعرك، هنعمل حركة هتمنع التشابك ده خالص من شعرك. تمام. هنجيب الولاعة نفتحها بالشكل ده كده، وهنجيب الولاعة وهبدأ امشي على الحروف اللي هي بتاعت السنون بتاعت التوكة. تمام، بالشكل ده كده. بكده عمرها ما هتخلي شعرك يتشبك في بعضه تاني، يعني هتمشي معاكي كويس جدا، ومش هتبوظ شعرك خالص ولا هتكلكعه بالطريقة اللي احنا عملناها دي. خلاص كده، انت خلاص هديتي السنون بتاعتها ان هي ما تخليش شعرك يتشبك في شعر في بعضه تاني يعني. يلا بقى، لو وصلت لغاية هنا حط اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. الفكرة اللي بعد كده واللي هي الاساس الفيديو بقى، لو عندك ازازة الكنز دي، بجد انت عندك كنز في البيت، هتوفر لك 100 جنيه، يعني كمان في حدود اكتر من 100. انا بحثت عنه وشفته كمان على النت، لقيت ان الفكرة دي وفرت لك اكتر من 100 جنيه. فكرة سهلة جدا وبسيطة، من علبة كنز هتعمليها في البيت بكل سهولة. هتجيبي علبة الكنز كده وهتفتحيها بالسكينة او بالمقص، تمام، من الجنبين. خلاص، انا بفتح الجنب الاولاني اهو كده بالسكينه او بالمقص. المهم ان انت تفتحي وتشيلي منها الراس اللي فوق دي، وكمان هتشيلي منها يعني الحته اللي تحت. تمام. هشيل برضو الحته اللي تحت كده بالسكينه وارجع لكم تاني. خلاص كده، هي انا بوريك ان انا بشيلها كمان بالمقص اهي بكل سهوله، زي ما شلت الناحيه التانية بالسكينه. هي بتبقى ناعمه جدا معاكي، مش خشنه خالص. تمام، بتتشال معاكي بكل سهوله. خلاص كده، انا شلت الناحيتين وشلت اللي هي الاطراف اللي هي الزيادة دي، عشان خاطر ما تعوركيش ولا اي حاجة. تمام. بعد كده هبدأ بقى ان انا اقسمها نصين بالشكل ده كده بالمقص، زي ما قلتلك. حتى لو المقص كمان مش حامي هتتعمل معاكي يعني بسهولة خالص. هي يعني ضعيف الورق بتاع الكنز ده كده، ضعيفة جدا، ما مش فيها، مش بتعور ولا اي حاجة، يعني خفيفة خالص. تمام. خلاص كده، بعد ما قطعتها نصين بالشكل ده، هبدأ اعملها مثلث. هبدأ اجيب الطرف اللي فوق ده كده والفه بالشكل ده كده اهو، زي ما انت شايفة كده. هنعملها بالطريقة دي، عملتها زي القرطاس كده يعني. تمام اهي. هضم اول حتة اللي فوق دي كده زي القرطاس، وهثبتها من الحتة اللي هي اللي موجودة دي. هجيب كده اللزق الابيض، وهثبتها بالطريقة دي كده. تمام. هلف حتة لزقة عليها مش كتير، يا دوبك حتة عشان تمسكوا معايا. خلاص. وبعد كده هجيب نصه كده وهقصه، بس عشان الطروف دي هقص الحتة اللي فوق، وكمان هقص حتة من قدام بالشكل ده كده. خلاص، انا قصيت اللي قدام واللي فوق كده. انتي عملتي حاجة بتشتريها بجد بالغالي من بره. انا عملت التانية كمان زيها. انت كده يعني عملت الاقماع بتاعت
الكيس الحلواني اللي احنا بنشتريها بالغالي، انا بحثت عنها لقيتها معديه ال100 جنيه. طب وليه تشتريها اكتر من 100 جنيه لما انت هتعمليها في البيت وتوفري كمان من علبه الكنز اللي انت بترميها؟ انا عملت لك كمان المشرشره اهي، بتدخلي المقص من الحتت اللي قدام، وبتعمليها كده مثلث يعني سمبوكسات كده، بدانك يعني يمين شمال كده لغايه ما هتعمليها شبه القمع ده، والتانية شبه القمع اللي هو المدور. خلاص، يبقى انت كده عملتي الاقماع بتاعه الكيس حلواني، وكمان هيبقى عندك الكيس الحلواني برضو انت موجود عندك في البيت بكل سهولة. عملناهم من علبة كنز بترميها اهي، شايفة ده القمع ده زي ده. خلاص كده انا خلصت الاقماع، ما فاضلش غير الكيس الحلواني ونعمله من كيس التلاجة موجودة عندك. تمام خلاص اهو، هنقطع حتة من الطرف وهبدأ ادخل فيها القمع المشرشر ده. خلاص كده بقى عندك كيس تلاجة، بقى عندك كيس حلواني من حاجات كلها موجودة في البيت. خلاص اهو ده شكله. وهتعمليها كده من الطروف كده، تمسكي الكيسة كده هتتنيها على بعضها، وخلاص بقى جاهز معاكي كيس حلواني من حاجات موجودة في البيت بكل سهولة هتعمليه. يلا لو الافكار عجبتكم حطوا لي اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم فيديوهاتي، واشوفكم على خير. ويلا بقى قولوا لي رايكم في الكومنتات، وهتوحشوني جدا. مع السلامه.